أكثر سبب يخلي مستواك يهبط في كرة القدم لما أنت تلعب مع ناس ما تثق فيك. معك كابتن علي، مدرب كرة قدم وأخصائي في علم النفس الرياضي. فولو لايك وتابعنا للنهاية. تخيل أنت لما تلعب كرة مع ربعك ما يعطونك الكرة ولا حتى يشجعونك، وبالأخص لما يشككون في قدراتك، وهذا الشيء راح يأثر على نفسيتك في المباراة. الثقة مهمة في كرة القدم، مو بس أن أنت تثق في نفسك، المهم أيضا أن اللاعبين الباقي وزملائك يثقون فيك. فلما أنت تلعب مع ناس يثقون فيك ويؤمنون بقدراتك فأنت راح تعطي أفضل مستوى، راح تطلع أفضل ما عندك. ولكن لما تحس أن أنت غريب وسط فريقك فأنت راح تفقد الحماس وتبدأ تشك في قدراتك، وهذا الشيء يخلي مستواك يهبط. نصيحتي لك، إذا واجهت مثل هذا الموقف حاول تثبت نفسك بالعمل الجاد، حاول تفرض موهبتك في الملعب، قدم اللي تقدر عليه. في النهاية الشخص اللي يحبك راح يدعمك، وإذا ما كانوا يحبونك فأنت لو كنت أفضل لاعب في العالم ما حد راح يدعمك. ولذلك فإذا أنت ما حصلت هذا الدعم فلا تتردد أن أنت تغير البيئة اللي أنت قاعد فيها، روح حق بيئة أفضل تدعمك وتخليك أنت تنجح. لأن باختصار الثقة هي مو مجرد كلام، الثقة هي مفتاح لباب النجاح داخل وخارج الملعب. وصل هذا المقطع إلى شخص تحسه مهتم، وإذا عجبك مثل هذا المحتوى تابعنا علشان تستفيد أكثر.